ناس كتير فاكرة إن السكر بيحصل في يوم وليلة، لكن الحقيقة إن الجسم بيبعت إشارات قبلها بسنين. معاكم دكتور تامر خميس في 5 شارع صحتك. مرض السكر غالبا بيكون نتيجة تراكم، يعني مش سبب واحد. ومن أهم الحاجات اللي بترفع احتمالية الإصابة زيادة الدهون وقلة الحركة لفترات طويلة، وكمان الأكل عالي السكريات والنشويات من غير توازن. وما ننساش لو كان فيه تاريخ عائلي. تعال بقى هقول لك على حاجة مهمة، الضغط النفسي كمان ممكن يسبب لك السكر. وفي نقطة مهمة جدا، مش كل اللي وزنه زايد بيجيله سكر، ومش كل اللي جسمه رفيع بيفكر نفسه في أمان. الجسم في الأول بيعرف يوازن، لكن مع الوقت الحمل بيزيد عليه. مش عايزك تقف لحد هنا، لأن في 5 شارع صحتك مش هدفنا إننا نعرفك المعلومة وبس، ولكن كمان عشان تعرف إزاي تاخد منها اللي يفيدك ويخليك تبدأ حياة صحية. تابعنا في 5 شارع صحتك.